أنت الأمان، أنت الحنان. رحلة ذكريات الماضي بين قصة ريمي بخاطري فكرة عبرتي ظلت الذكرى. وقوة هزيم الرعد وتحدي سابق ولاحق. أما بابار فيل فذكرى أخرى تأخذنا لزمن تمنينا لو لم يمر. مرة في حينا زارنا فيل ظريف برفق قال لنا ليس هنالك ما يخيف. أي مو نجومية، أنا بقدر أقول إنه دائما أنا أب أو عم أو خال لجيل أصبح الآن ممكن بالثلاثينات، عشرينات، أربعينات، حتى 45. وهم جمهور خاص، أنا بقول أبناء، هم جمهور خاص بحن للذكريات. ذكريات الحنين إليها يلمع العين بالدموع. قد لمعت عيناه بالعزم انتفضت يمناه في هدوء الليل، ويجعل القلب يفرح بترديد اللسان شارات الرسوم المتحركة التي أنشأت جيلاً كبر وهو يردد أغاني جعلته مبتسماً حالماً في الطفولة. الكل يمكن ما بيعرف الحنين إلى الوطن إلا اللي بيكون براته، فشعور إنه أنا هون بلدي هلا مختلف تماماً عن أي مدينة أو أي دولة كانت. يا زاير زينك اخطف عقلي وسكاني، أنا وقفك أحسن. حي من أحلى الأغاني أنا اللي يوقظ في القلب الحساس. بذكريات الصغر التي لا تزال راسخة في الأذهان بين سيمبا وسلاحف النينجا. نينجا سلاحف النينجا. أعمال صنعت ذاكرة جيل كامل يتذكرها اليوم بابتسامة ورجفة تفرح القلب. نينجا قتال الأبطال.